يا مساء الفل. في شارع أول ما رجلك تتحط فيه بتحس نفسك في باريس الشرق، وأول ما تبدأ تتمشى تحس بهيبة التاريخ وتشم ريحة الزمن الجميل في كل عمارة وفي كل محل. شارع ما بيعرفش ينام وهو رقت وسط البلد وقلبها النابض. طبعا كلنا عرفنا شارع طلعت حرب. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف مين الراجل اللي صوره مالية المكان وازاي اتغير اسمه. يلا نمسك كوباية الشاي ونتمشى في وسط البلد. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. انتوا عارفين ان الشارع ده ما كانش اسمه شارع طلعت حرب زمان؟ لحد سنة 1954 كان اسمه شارع سليمان باشا، نسبة لسليمان باشا الفرنساوي اللي كان قائد جيش محمد علي. وميدان طلعت حرب نفسه كان ميدان سليمان باشا، وكان برضو فيه تمثال لسليمان باشا. بس بعد الثورة اتقرر يتشال اسم سليمان باشا ويتحط اسم أبو الاقتصاد المصري وهو طلعت حرب باشا. وفعلا اتشال تمثال سليمان باشا الفرنساوي واتحط تمثال طلعت حرب باشا وهو واقف كل شموخ وفخر. لما تتمشى في شارع طلعت حرب بص كده وارفع عينك للسماء وبص بص واتفرج على العمارات وشكل المباني. الشارع ده اتصمم على طراز نيو كلاسيك وطراز الارت ديكو الفرنسي. الخديوي اسماعيل كان حلم يخلي القاهرة قطعة من باريس، وفعلا الشارع ده كل تفاصيله، من بلكونات، من شبابيك، من الزخرفة، حسها لوحة فنية معمارية مفيش زيها في العالم. وليه بالأخص طلعت حرب؟ علشان طلعت حرب هو اللي أسس بنك مصر في المنطقة دي سنة 1920، وكان هدفه إن كل المصريين يملكون اقتصادهم بنفسهم. طلعت حرب ما كانش بس راجل اقتصاد، لا ده كان عاشق للفن وبيحب السينما جدا، وهو اللي أسس استديو مصر. وعلشان كده تلاقي الشارع ده بيجمع بين الفن والاقتصاد، هتلاقي البنوك، هتلاقي المسارح، وهتلاقي السينمات. ومين فينا ما راحش شارع طلعت حرب ومعداش على جروبي، القهوة اللي كانت ملتقى الأدباء والأمراء والفنانين؟ ومين ما فكرش يدخل سينما مترو أو سينما قصر النيل؟ الشارع ده هو مجمع لكل حاجة حلوة، المكتبات العريقة، محلات اللبس الشيك، وحتى ريحة التحميص للقهوة في القهاوي القديمة. شارع طلعت حرب مش مجرد طريق ونتمشى فيه، لا ده حكاية إرادة مصرية وقصة جمال معماري يا ريت نحافظ عليه. قولولي بقى ايه أكتر مكان بتحبوا تروحوه شارع طلعت حرب؟ وهل ليكم ذكريات هناك ولا لأ؟ أنا شخصيا ليا أحلى ذكريات وسط البلد. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية الجاية. حفظ الله.